النهاردة عايز أشارك معاكم حاجة اتعلمتها جديد، حاجة لو كنت عارفها قبل كده كان مشاكل كتير هتتحل من قبل حتى ما تبدأ. بس مش مشكلة، كل حاجة بنتعلمها في وقتها بتبقى أجمل. زي ما كلنا عارفين وحافظين قصة سيدنا يوسف وحكايته مع اخواته، قد ايه افتروا عليه وظلموه أكتر من مرة. بس اللي استوقفني في القصة دي هو الميثاق اللي قطعوه مع والدهم لما رجعوا تاني من مصر علشان يطلبوا منه إن هو يبعت معاهم أخوهم الصغير علشان يزدادوا كيل بعير. وفعلا بعتوا معاهم، بس لما ربنا كاد لسيدنا يوسف وأخد أخوه في دين الملك، أخوهم الكبير عمل حاجة جميلة قوي، رفض ان هو يرجع معاهم تاني وقال لاخواته لن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، وما قالش او يحكم الله علي. وكأن اللحظة اللي بتختار فيها حكم ربنا دايما بيحكم ليك مش عليك، حتى لو كانت حياتك كلها ملخبطة، حتى لو كنت قاتل وكذاب ومفتري زي اخوات سيدنا يوسف. بس خلاص طالما لجأت ليه وحكمته في امرك مش هيحكم الا ليك. وكأن ربنا بيقول لك خلاص طالما حكمتني فانت في عيني، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. او زي المشركين اللي ركبوا السفينة في جو جميل ما فيهوش لا موج ولا رياح وفرحوا بيها ونسوا ان الظروف دي كلها من ربنا. شوف الآية الجميلة بتقول ايه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. ظروف جميلة ما فيهاش لا موج ولا رياح، وفرحوا بها ونسوا ان كل حاجة من عند ربنا. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم، خلاص كل حاجة باظت. دعوا الله مخلصين له الدين. وكأن الحل الوحيد هو الرجوع السريع لربنا. اول لما اقروا ان ربنا هو اللي بيسر طريقهم في البر والبحر ودعوا الله مخلصين له الدين، مش مخلصين له الدعاء، لان ببساطة الالتفات السريع ده لربنا هو ده الدين. لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. مع ان ربنا عارف ان هم هيرجعوا البر مشركين، بس ربنا لا يرد مضطر ابدا. امن يجيب المضطر اذا دعاه، ما قالش امن يجيب المؤمن ولا المسلم ولا اللي بيتصدق ولا اللي بيعمل خير، المضطر. مع ان ربك عارف ان هم مشركين وعارف ان هم لما هيرجعوا على البر هيفضلوا مشركين، فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. بس عادي، ربنا نجاهم علشان كانوا للحظة واحدة بس على الدين الصحيح، وهو اللجوء السريع والوحيد لربنا. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، ومش بس كده ويجعلكم خلفاء الارض. طالما لجأت له يكشف عنك السوء ويمكنك في الارض كمان. اصلا فكرة ان احنا ندور على حل غير ربنا دي حاجة مرهقة جدا، ده غير ان هي شرك. أإله مع الله قليلا ما تذكرون.